مشاهدينا عظم الله أجوركم بمحرم الحرام، ذكرى شهادة الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبو الفضل العباس وآل بيتهما. احنا كل الزين نعرف أنه الإمام الحسين عليه السلام استشهد في سبيل الدين والإسلام، وخير من يمثل الدين والإسلام ومنهج الدين والإسلام هو القرآن الكريم اللي تم التجاوز عليه في هذه الأيام. الكتاب العظيم تم التجاوز عليه من هذا الشخص الشاذ. بالمناسبة احنا نحيي الردود الحكومية الرسمية الشجاعة بقطع العلاقات مع دولة السويد وطرد السفير السويدي من الأراضي العراقية واستدعاء القائم بالأعمال العراقية في السويد. هذا موقف شجاع من الحكومة العراقية يشار له بالبنان. بالفعل هاي مواقف شجاعة، والعراق أخذ على عاتقه الدفاع عن كتاب الله عز وجل، لأن الحكومة السويدية هي اللي اعطت الموافقة بحرق القرآن، وهذا تجاوز على كل المسلمين، وحرق العلم العراقي، وهذا تجاوز عليه سيادة العراق. فكان الموقف شجاع من قبل الحكومة العراقية. وكما شفنا أيضا رفع القرآن الكريم فوق قبة الإمام الحسين سلام الله عليه، والكل تنادي نعم نعم للقرآن، نعم نعم للقرآن. الآن ونحن نعيش مسيرات ونحن نعيش عزاء بعبد الله الحسين، خلي يكون القرآن في كل عزانا للإمام الحسين. نبدأ بالقرآن ونختمها بالقرآن ردا على هذا الشخص اللي تجاوز على كلام الله. كما نحن نطالب حقيقة بأن تكون هناك مواقف كالمواقف العراقية بالنسبة للدول الإسلامية والدول العربية، ما زالت المواقف ركيكة أو ما زالت مواقف بسيطة. نطالب بمواقف كالمواقف العراقية الرسمية، وأيضا نطالب جمهورنا وناسنا بمقاطعة البضائع السويدية. بالمناسبة السويد ترى دولة اقتصادها هش، فقاطع البضائع السويدية خير رد على هؤلاء. أخيرا هذا الشخص اللي يدعي أنه مسيحي، المسيحيين هم شركاء لنا في الأرض والوطن وعشنا معهم آلاف السنين. الناس رافضين لهذا التصرف أبدا، وإحنا شفناهم على الفيس وعلى المواقع رافضين لهذا التصرف المشين. لهذا السبب هي دعوة إلى البابوية المسيحية وخاصة بابوية الفاتيكان بإصدار بيان لشجب هذا التصرف لإسناد الموقف المسيحيين الموجودين. هذا الشخص بالعكس عزز موقفنا بالقرآن الكريم، ويا ريت في مجالسنا الحسينية الآن ابتدأت خلي يكون القرآن في كل مجالسنا ردا على هذا الشخص. وحيا الله الإجراءات الحكومية، حقيقة كانت إجراءات جدا جدا شجاعة، وحياكم الله. هي دعوة لكل الدول العربية والإسلامية بمقاطعة المنتجات السويدية والمقاطعة الدبلوماسية مع السويد، واتخاذ الموقف كالموقف العراقي. القرآن يقول إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا كتاب الله كلمات الله التامات، هذا الحق اللي باقي إلى يوم القيامة. ويبقى القرآن ربيع قلوبنا، وبالعكس هاي الأفعال تزيدنا من محبتنا وتمسكنا بكلام الله. وهي دعوة من برنامجنا إلى كل مجالسنا الحسينية، ومثل ما تكلم حتى الأخ اللي اتصل بنا قبل قليل، يكون القرآن حتى نرفع القرآن مع راياتنا، مع راية الإمام الحسين والعباس عليه السلام، ويكون القرآن في كل مجالسنا حاضر، إضافة إلى مجالسنا وعزاء يكون القرآن حاضر في بدايته وفي نهايته ردا على هذا الإمع.